أهلا بيك. عمرك شفت حد بيظهر في كل فيلم بس ما يبقاش ليه اسم؟ طيب عمرك شفت ست كبيرة في السن في كل الأفلام وهي صغيرة في الحقيقة؟ أكيد كلنا فاكرين ملامحها، ملامح بريئة وابتسامة لا تفارق الوجه وضحكة رنانة. هي دي سوريا فخري، أشهر دادة في تاريخ السينما المصرية. طيب إيه رأيك لما أقولك إن الدادة اللي كنا بنشوفها في الأفلام الأبيض والأسود اللي ضحكتها عمرها ما كانت بتفارق وشها، كانت بنت بياع قماش، لكن مش أي بياع قماش. يقال إن أبوها كان بيتخفى ورا تجارة الأقمشة، وكان بيشتغل مع الجماعات الصهيونية اللي كانت ورا كل عمليات التخريب في لبنان في الوقت ده. تخيل إن اللي كانوا بيشوفوه تاجر بسيط في لبنان كان في الحقيقة ليه دور تاني خالص. طب إيه اللي جابها من لبنان لمصر؟ وإزاي بنت بياع القماش بقت واحدة من أشهر الدادات في تاريخ السينما؟ وإزاي دخلت عالم السينما أصلا؟ كل الأسئلة دي هنحاول نجاوب عليها في الحكاية المثيرة عن سوريا فخري. سوريا مش مجرد ممثلة قديمة، لا دي حياتها مليانة ألغاز وحكايات غريبة جدا، ما بين صعودها الفني واتهامات غريبة تلاحقها حتى بعد وفاتها. النهاردة هنتعرف أكتر على واحدة من الأسماء اللي رغم إنها مألوفة لينا كلنا، لكن قصتها مش معروفة زي ما الناس فاكرة. حياة سوريا فخري مليانة حكايات وأسرار، وكل حكاية أغرب من اللي قبلها. النهاردة هنحكي اللي يمكن أول مرة يتسمع عن أشهر دادة في السينما المصرية. لو أول مرة تشوفنا وعايز تعرف أكتر عن حكايات النجوم المنسيين وتعيش سحر الزمن الجميل، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نكمل الفيديو سوا ونعرف مين هي الدادة سوريا. شهدت مدينة زحلة بلبنان ولادة الفنانة سوريا فخري سنة 1914 في أسرة متوسطة الحال يهودية الديانة، وكان والدها شغال تاجر قماش. ولما الظروف صعبت عليهم حياتهم في لبنان، قررت العيلة تهاجر لمصر وتحديدا للأسكندرية. وقتها كانت سوريا فخري عندها حوالي 25 سنة. سوريا كانت عاشقة للفن من وهي صغيرة، كانت عندها موهبة من وهي صغيرة، وهي إنها تقلد الستات الكبار، وكان دايما كل اللي حواليها بيقولوا إنها بتبان أكبر من سنها بكتير بسبب إتقانها الكبير في تقليد الستات الكبار. سوريا دخلت عالم الفن من بوابة المسرح، وبدأت حياتها الفنية مع فرقة علي الكسار، وقدرت في الفترة دي إنها تقدم أكتر من 30 مسرحية. لكن بداياتها الحقيقية في السينما كانت سنة 1939 لما شاركت في فيلم العزيمة مع النجوم حسين صدقي وفاطمة رشدي، والفيلم كان من إخراج كمال سليم. الفيلم ده كان بمثابة الانطلاقة لسوريا في عالم السينما المصرية. من هنا بدأت سوريا تاخد أدوار ثانوية في السينما، لكن الغريب إن معظم أدوارها كانت بتقدم دور الدادة اللي كانت بتجسد فيه صورة السيدة الطيبة المسنة اللي دايما بتساعد الشخصيات الرئيسية. وبالرغم من إن أدوار سوريا فخري كانت صغيرة جدا، إلا إن بصمتها كانت واضحة وقوية بفضل أدائها الصادق والمميز. مين يقدر ينسى دورها في فيلم يوم من عمري في شخصية مربية زبيدة ثروت، أو دورها الأيقوني في فيلم رد قلبي كمربية للأميرة إنجي مريم فخر الدين. الأدوار دي ما كانتش أدوار ثانوية، لكن كانت جزء لا يتجزأ من روح كل فيلم. ولأنها برعت في تقديم شخصية الدادة، اشتهرت بأنها أشهر دادة في تاريخ السينما المصرية. سوريا قدمت شخصية الدادة في حوالي 40 فيلم، وده ضمن قائمة أفلام تجاوزت 220 فيلم. ومن بين أبرز أعمالها التي لا تنسى الستات ما يعرفوش يكذبوا، ملاك وشيطان، الشموع السوداء. أدوارها في الأفلام دي ساهمت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الفنانات في السينما المصرية. نيجي بقى للجانب الشخصي في حياة سوريا. سوريا اتجوزت 3 مرات. أول جوازة كانت من محمد توفيق اللي كان محاسب لكتير من الفنانين وقتها، لكن الجوازة دي ما كملتش وانتهت بسرعة بالطلاق. بعد كده اتجوزت شاب مصري اسمه نبيل دسوقي. يقال إن الجوازة دي استمرت 10 سنين لحد ما توفي بعد ما جاله مرض خطير. أما جوازها الأخير فكان من الفنان فؤاد فهيم اللي عاش معاها 7 سنين، ولما مات ساب لها ثروة كبيرة جدا. نيجي بقى للجزء الخفي في حياة سوريا فخري. بعد وفاة سوريا حصل هجوم كبير عليها في الصحافة، وده بدأ بعد ما انتشر منشور في بعض الجرايد
بيحكي فيه مؤرخ لبناني اسمه أسد رستم، وده كان متخصص في الكتابة عن اليهود، وقال إن والد سوريا فخري كان يهودي وكان بيتخفى تحت ستار تجارة الأقمشة. المؤرخ قال إن أبوها اضطر يهرب من لبنان بعد ما انكشفت حقيقته، وبيزعم إنه كان تابع لجماعات صهيونية مسؤولة عن التخريب والدمار اللي حصل في لبنان في الوقت ده. أسد رستم كمان قال إن سوريا مشيت على نفس خطى والدها واستمرت في التعامل مع نفس الجماعات. بعد ما المنشور ده انتشر، طلعت إشاعات وأقاويل بتتهم سوريا فخري بمعاداة الإسلام، وإنها جمعت ثروة ضخمة بسبب بخلها الشديد. واتقال كمان إنها كانت ناوية تهرب بالفلوس دي لإسرائيل، وإنها كانت زي والدها بالظبط. وده بيخلينا نسأل، هل كان ولائها لإسرائيل أكبر من حبها للبنان ومصر اللي صنعت نجوميتها؟ ده اتقال كمان إنها باعت كل ممتلكاتها في مصر بشكل سري، ودفنت الفلوس تحت الفيلا اللي كانت عايشة فيها، مستنية الوقت المناسب علشان تبعتها لإسرائيل. كمان بيقولوا إنها كانت مخبية متفجرات لليهود عشان يعملوا بيها تفجيرات في مصر، لكن الأمور دي اتقلبت عليها لما المتفجرات دي انفجرت في جنينة أسرها ودمرت كل حاجة، وجثتها اختفت تحت الأنقاض ومحدش قدر يلاقيها. ولأنها ما خلفتش وما كانش ليها ورثة، وزارة الأوقاف استولت على القصر وبنت مكانه جامع. وكانت المفاجأة الكبيرة إنهم لما بدأوا يحفروا في الأرض اكتشفوا الفلوس اللي كانت مدفونة في جنينة القصر. الفلوس دي اتاخدت واتعمل بيها جوامع في مناطق مختلفة، وفضلت حياة سوريا فخري مليانة غموض حتى بعد موتها. لكن السؤال اللي بيفرض نفسه هنا، هل سوريا فخري كانت بتخدع الناس طول السنين دي؟ الحقيقة إن كتير من الفنانين اللي كانوا في نفس الوقت ده وكمان كل اللي عرفوها قالوا إنها كانت ست هادية وبعيدة عن المشاكل، وما كانش حوالين حياتها أي شبهات، وكانوا دايما بيشيدوا بالتزامها في شغلها، وإنها كانت نموذج للفنانة اللي بتركز على فنها وبس، ومفيش أي دليل أو شبهات حوالين ارتباطها بأي جماعات صهيونية. وكمان وفاتها كانت طبيعية جدا، وإنها ماتت في بيتها اللي ورثته عن جوزها الأخير. الصورة اللي كانت معروفة بيها سوريا في الوسط الفني هو بخلها الشديد، وده كان العيب اللي معروف عنها. ومع كل ده يبقى السؤال، فين الحقيقة؟ هل كانت سوريا فخري ضحية شائعات ملهاش أساس؟ ولا في جانب خفي في حياتها محدش عرفه؟ الصحافة وقت وفاة سوريا فخري ما اهتمتش بخبر وفاتها على قد ما اهتمت بمصير الثروة اللي سابتها من غير وريث شرعي. في جريدة أخبار اليوم اتنشر تقرير بعنوان بعد وفاة سوريا فخري ثروة تبحث عن وريث. التقرير ده اتكلم عن الثروة الكبيرة اللي سابتها بعد وفاتها، لكن من غير ما يحدد تاريخ وفاتها أصلا. يعني احنا ما نعرفش أصلا هي اتوفت امتى، واتقال إنها اتوفت في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 1965. التقرير ده كمان ذكر حجم الثروة اللي سابتها سوريا فخري بعد وفاتها، اللي اتقدرت وقتها ب 12,000 جنيه، ده غير عمارتين في حي شبرا، ودي كانت تعتبر ثروة كبيرة جدا بمقاييس الستينات. وفي النهاية تظل حياة سوريا فخري مليانة بالأسرار والألغاز اللي محدش قدر يحلها بشكل كامل. هل كانت مجرد فنانة موهوبة عشقت السينما وأدت أدوارها بصدق والتزام، ولا كانت حياتها وراها قصص أكبر من اللي نعرفه؟ ولكن اللي نقدر نأكده هو إن سوريا فخري كانت واحدة من أيقونات السينما المصرية اللي بصمتها فضلت محفورة في كل عمل قدمته، سواء كانت ضحية شائعات ملهاش أساس أو كان ورا حياتها حكايات مغمورة. فالمؤكد إن جمهور السينما المصرية هيفضل فاكر ضحكتها ونظرتها الطيبة واللي خلت منها أشهر دادة في تاريخ السينما. سوريا حياتها انتهت، ولكن أثرها الفني هيعيش للأبد. ولو انت كمان فاكر مشهد أو دور لسوريا فخري، شاركنا بيه في التعليقات، واكتب لنا عن نجوم منسيين تحب ان احنا نتكلم عنهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لكن المتعة ما انتهتش هنا، عندنا فيديوهات تانية لنجوم عاشوا في الظل وآن الأوان نعرف حكاياتهم. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتكون دايما جوه الحكاية. سلام.